لو من عشاق شوربة الجمبري الكريمية فالنهاردة تعالي معايا هعمل لك أحلى طبق شوربة بالكريمة لكن بطريقة سهلة جدا جدا. 10 دقايق بالظبط وتكون الشوربة جاهزة، وتعالوا مع بعض لايك وشير واشتراك لهبة تي في ويلا بينا. أول حاجة جبت حلة على النار، هننزل بمعلقة من الزبدة. وهنا أنا بحب أعمل الشوربة بالزبدة لأن هنا بيديكي طعم مختلف تماما لما تضيفي فيها زيت أو كل الكلام ده. هنبدأ كمان نحط بصلة كبيرة أنا مقطعاها كده بالمبشرة لقطع صغيرة جدًا، نديها بس تقليبة بسيطة مش هتتحمر. أول ما تدبل معانا تمامًا ويتغير لونها، ننزل طبعًا بكمية الجمبري. هنا كمية الجمبري مش كتيرة لأن أنا هاعمل طبق واحد من الشوربة، تقدري إن أنتِ تكتري كمية الجمبري على حسب ما أنتِ حابة. كمان كان عندي فصين من التوم عليهم قرن فلفل، هرستهم كويس جدًا، وده اللي بيدي طعم حلو أوي، أوي للجمبري. هنقلبهم مع بعض مع معلقة من السبع بهارات، عندنا معلقة من الفلفل الأسود، معلقة ملح، معلقة طبعًا من بهارات السمك، ونقلب كل المكونات اللي أنتم شايفينها دي مع بعض، ونسيبها كمان حوالي 5 دقايق على النار. هنا الجمبري استوى تمامًا، يعني هو الجمبري ما بياخدش معاكِ حاجة على النار وبيستوي تمامًا. نزلت هنا ب3 معالق من الدقيق، وبنقلب الدقيق كويس جدًا لحد ما الدقيق يختفي تمامًا. قلبي بقى كده لحد ما تحسي إن الدقيق اختفى تمامًا، وكل المكونات كلها كده اندمجت مع بعضها. هيكلكع مع بعضه لكن ما تقلقيش من الناحية دي تمامًا. هاتي بقى نص لتر من الحليب، أو حابة إن أنتِ تزودي كمان كمية الحليب، لكن كمية الحليب هنا يعني معقولة شوية. هنقلبه كويس زي ما أنتم شايفين لحد ما كل حاجة تتفك كده، وتبقى الشوربة كريمية جدًا، وتسيبيها على النار 5 دقايق. ال5 دقايق دول أول ما الشوربة تتقل معايا وتبقبق بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، على طول هنبدأ ننزل بكمية الكريمة. عندي هنا يعني حوالي 4 معالق كبار من الكريمة الكريمية اللي أنا عاملاها في الحلقة اللي فاتت، وأتمنى إن أنتم كمان تتابعوا الفيديو علشان هتستفيدوا مني كتير. سِبتها على النار وقلبتها كويس جدًا بالشكل ده، وبعد كده هنسيبها حوالي 5 دقايق كمان. أول ما تلاقيها بقبقت كده وريحتها طلعت بالشكل ده وكريمية، ابدئي بقى نزليها وقدّميها بقى مع طبعًا جمبري تكوني قالياه مع الشوربة تشربيها كده لوحدها. حاجة كده في منتهى الجمال، سهلة وبسيطة جدًا ومش بتاخد منِّك وقت كتير. وكمان أتمنى إن أنتم تتفرجوا على حلقة الجمبري علشان هتستفيدوا منه كتير، وتعملوا أحلى طريقة جمبري مقرمش بطريقة خرافية جدًا وطعم كده مختلف تمامًا. دي الشوربة يا جماعة، أتمنى بجد إن أنتم تشاهدوا الفيديو، ولو شفتوا إن أنتم استفدتوا منه اعملوا لايك وشير واشتراك ليّا.